السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في وصفة جديدة في مطبخ ميرو. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت ال10 دقايق. هنعمله بسكوت اقتصادي، هنعمله في الخلاط بدون زبدة، بدون سمنة. مكوناته سهلة وبسيطة ان شاء الله، موجودة في كل بيت. هنعمله كده بسرعة، مش هياخد معانا 10 دقايق، وهيكون خلصان معايا جنب كوباية شاي. فرحي اولادك. قبل ما نبدأ وصفتنا الجميلة السهلة، اللايك والشير، ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ مقاديرنا المتواجدة إن شاء الله في كل بيت. هيكون معايا حبايبي بيضة بدرجة حرارة الغرفة، بيضة واحدة. تمام. وهيكون معايا كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية من السكر، نص كوباية زيت، ومعلقة من الكاكاو الخام عشان هعمل جزء بالشوكولاتة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا ذرة فانيليا. تمام. مقاديرنا سهلة وبسيطة. يلا بينا على طريقة التحضير. في الخلاط بتاعي حبايبي هبدأ أنزل بالبيضة. البيضة بتاعتنا بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعتها من التلاجة، قعدت برا حوالي ساعة كده. ولو انتي مستعجلة طلعيها حطيها في مية دافية لمدة 10 دقايق، تبقى بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده هنزل بالفانيليا. بعد البيضة بنزل بالفانيليا، وبعد كده هبدأ أنزل بنص كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت. السكر بتاعي حبايبي اهو، حبيباته ناعمة. لو عندك سكر خشن ممكن تطحنيه كويس قوي مع المقادير بتاعتنا. هننزل بنص كوباية من الزيت، وزي ما قلتلكوا حبايبي وصفتنا اقتصادية معتمدة على الزيت، من غير ولا زبدة ولا سمنة. فيفضل حبايبي يكون الزيت زيت نظيف. مش زيت كده ريحته متغيرة، لا زيت نظيف عشان ما يبوظ الوصفة بتاعتنا. النقطة دي مهمة جدا عشان يطلع معاكي بسكوت في منتهى الجمال، مقرمش وريحته حلوة جدا. كده حبايبي هبدأ اخلط المكونات مع بعض كويس قوي. المرحلة دي مهمة لنجاح اي بسكوت. اهم حاجة السكر بتاعي يدوب تماما مع السوائل، يعني مع الزيت ومع البيضة، الخليط كله يبقى بالشكل ده، دايب تماما. كده تمام. الخلاط بتاعنا دوره انتهى. هبدأ انزل السوائل كلها كده في بولة عندي، وهبدأ انخل المقادير الجافة معايا، اللي هي كوباية ونص من الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنخلهم كده مع بعض، وهبدأ حبايبي بالسباتيولا بتاعتي أبدأ أقلب كده أو أدوب الدقيق بتاعي. أنا مش هعجن بسكوت حبايبي، ما ينفعش فيه نعجن خالص. بالشكل ده بالسباتيولا كده بلم العجينة، بلمها عشان ما تعملش معايا عرق وتنشف مني. قسمت العجينة بتاعتي جزئين، جزء هضيف عليه معلقة الكاكاو عشان يبقى بالشوكولاتة بالشكل ده، وبرضه هلمها، والجزء التاني ابيض زي ما هو. هبدأ كده حبايبي اخد جزء من العجينة هفرده في ورقة زبدة بالشكل ده بالنشابة، وهكون مجهزة الصاج بتاعي في ورقة زبدة، ومعايا قطاعات. حاولت اعمل كده اشكال للاولاد تدي شكل حلو اوي للبسكوت بتاعي. الاولاد بيفرحوا بالاشكال دي. ولو الاشكال مش متوفرة او القطاعات مش متوفرة، مفيش اي مشكلة خالص. عملناها قبل كده في القناة في بسكوت برضو ال10 دقايق. عملناها بطريقة سهلة جدا بالشوكة. وعملت معانا شكل حلو جدا. اللي اتبقى معايا كده بفرده بنفس الطريقة، وبالقطاعات بكل سهولة بنفس الطريقة دي حبايبي. هعمل شكل تاني معاكم بعد ما فردتها بالشوكة كده بالطول وبالعرض، هعمل زي خطوط كده، وبرضو بالقطاعة كده تدي معايا شكل حلو قوي بالشوكة والقطاعة. تمام. وهنا حبايبي استخدمت قطاعة شكل تاني، شكل دبدوب. القطاعات دي حبايبي متوفرة في المحلات اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات. موجودة ومتوفرة وسعرها بسيط جدا. وزي ما قلت لكم، ما نقفش على حاجة. اللي مش عنده قطاعات، الكيل بتاعها هيكون سهل جدا بالشوكة، عملناها مع بعض قبل كده. بس انا فضلت القطاعات المرة دي، الاولاد بيفرحوا جدا بالاشكال ديت، وبيشجعهم ياكلوا البسكوت بكل سهولة جدا، وبيحبوا الحاجات دي قوي. هبدأ كده اديت شكل الدبدوب، وعملته زي زغرفة كده بالشوكة بالشكل ده بكل سهولة. وهبدأ أرص الأشكال بتاعتي دي في صاجة مدهونة زيت، وحطيت عليها كده ورقة من الزبدة. هرصها كده واخلي ما بين الواحدة والتانية كده مسافة. نفس الطريقة هنعملها بالعجينة البيضة. يبقى عملنا مع بعض عجينة بالشوكولاتة اللي هي بالكاكاو، وعملنا مع بعض العجينة البيضة، وده أشكالها حبايبي. وهبدأ أضيفها على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق.
انا الفرن بتاعي حامي شوية فيدوبك اخد معايا 10 دقايق لقيته بادئ خلاص يغمق، فخلي بالكم من النقطة ديت. بس بصراحة كان مقرمش وكان طعمه حلو جدا. فما تأخرهوش، عن لو الفرن بتاعك حامي قللي الحرارة عن 180 تبقى 170. تمام. لو فرنك عادي متوسط يبقى 180 لمدة 10 دقايق فقط. تمام، 10 دقايق فقط. وهطفي عليها النار وهسيبها كده تبرد خالص. وبعد كده هبدأ احرك البسكوت بتاعي، هيكون معايا بسكوت هش مقرمشة من بره، هشة وخفيفة جدا من جوه، طعمها تحفة يا جماعة. انا هزين كده البسكوت بتاعي. كان عندي مربى برضو بيتي، مربى المشمش. هبدأ اضيف كده جزء صغير كده في النص، شوية صغيرين جدا، وهضغط عليها بالجزء التاني نفس الشكل بالظبط. بتبقى حلوة جدا للأولاد، بيفرحوا بيها. مش شرط الخطوة دي، عايزاها سادة براحتك. بس بتبقى حلوة، الأولاد بيفرحوا بيها جدا وبيبقى طعمها حلو. تمام. أي نوع مربى عندك، أي كريمة، أي شوكولاتة، ممكن تعملي الخطوة دي، هتبقى حلوة جدا والأولاد بيفرحوا بالأشكال دي. جزء صغير كده، وهضغط ضغطة خفيفة كده بالشكل ده. هتبقى معايا بسكوتة طعمها حلو. عايزة اقول لكم يا جماعة، الزيت بيدي كده قرمشة حلوة للبسكوت. وطعم حلو جدا بصراحة، كان طعمها كويس جدا. بخلاف الزبدة والسمنة، بتحولي البسكوت كده زي بتفور، بيبقى طري. يعني اللي بيحب البسكوتة مقرمشة كده وهشة يستخدم الوصفة بتاعتنا دي فيها الزيت. اللي بيحبها طرية وبتدوب زي البيتيفور يستخدم الزبدة أو السمنة. وطبعا كطعم الزبدة أو السمنة أفضل، بالأخص الزبدة. بس طبعا احنا وصفتنا النهاردة اقتصادية، فعملناها بالزيت، وهي تجربة كويسة جدا وناجحة وكويسة جدا يا جماعة. أنصحكم تجربوها حبايبي. ما نقفش على حاجة، فرحي أولادك بأقل التكاليف. عملنا مع بعض بسكوت ال10 دقايق. عملناه في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عايزة حاجة سريعة تنجزك، جنب كوباية شاي، جنب كوباية قهوة. فرحي أولادك. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، تجربة ناجحة جدا، جربوها. اللي عجبه وصفتنا النهاردة ما ينسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب. واللي ما اشتركش في القناة يشترك، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. بصوا الاشكال جميلة ازاي، عملت كده جزء ابيض مع بعض وجزء ابيض وبالشوكولاتة مع بعض. ولو عايزاه سادة مش محشي مربى زي ما انا عملته، عادي ممكن يتعمل سادة، طعمه حلو جدا جنب كوباية الشاي مقرمش، طعمه تحفة. انصحكم تجربوه، اقتصادي. ما تقفيش على حاجة، جربيه هيعجبكم بإذن الله. وكده يا حبايبي خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى تجربوها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.